هحكي لكم حدوتة لطفلة صغيرة عندها 3 سنين. الطفلة دي مامتها لاحظت انها بتكح فادت لها مذيب للبلغم. الطفلة بمجرد ما اخدت الدواء ده ظهر عليها طفح جلدي او احنا بنسميه حساسية ادوية في جسمها كله. الام اتخضت وبدأت تسأل الطفلة اكلت ايه النهاردة واخدت ادوية تانية ايه غير الدواء ده. ما لقتش حاجة خالص الطفلة اخدتها غير فعلا الدواء بتاع الكحة ده. السؤال بقى هو ممكن اي دواء كده يعمل حساسية للطفل في اي وقت؟ الاجابة ليه؟ لان الدواء اللي الطفل بياخده ده سواء دواء شرب او اقراص مثلا او حقن، الجسم بيتعامل معاها كمادة غريبة وبتختلف الاستجابة او رد فعل الجسم للمادة دي حسب قوة جهاز مناعة كل شخص. ازاي نتعامل بقى مع الحساسية دي؟ اولا نوقف تماما المادة اللي الطفل اخدها ونبعد عنها خالص، ونحاول بقى نرجع للطبيب المعالج ونستشيره عشان يكتب لنا الدواء البديل، وكمان علشان يعالج لنا الحساسية الموجودة. لان الحساسية دي ممكن بس ما تقتصرش على الطفح الجلدي او الاعراض الجلدية اللي ظهرت، ده ممكن كمان الطفل بيدخل في حاجة اسمها صدمة تحسسية او انافلاكتيك شوك، بيكون محتاج ان هو يتحجز في عناية مركزة علشان ياخد العلاج المظبوط بتاعه. ربنا يحفظكم ويحفظ اطفالنا